أكيد عندك خوف من شي معين، وهذا الخوف كل يوم دا تعيشه. هذا الخوف صار رفيق العمر ما تقدر تخلص منه، وهذا الخوف هو مالي حياتك. سؤالي، هل عندك خوف مالي حياتك؟ أشوفكم بعد الفاصل. أخوي وأختي، أهلا وسهلا بكم بلقائنا اللي يتجدد كل أسبوع بدقائق روحية، كلام من الكتاب المقدس للقلب. واليوم حكايتنا عن الخوف. الخوف اللي هو دا نعيشه في كل يوم في حياتنا. الخوف من أشياء كثيرة، حتى صار في كلامنا اليومي لما نقول الواحد أخاف ما تجي، أخاف ما يسويها، أخاف ما ينجح. معنى أن الخوف عايش ويانا في كل شيء، والخوف يجي نتيجة الحياة اللي دا نعيشها وسط أخطار ومتاعب اللي موجودة في الحياة. وللخوف أسباب كثيرة، وش نعدد من أسباب الخوف وسط المخاطر اللي دا نعيشها. يعني لما الحرب تنتهي العالم كلها تدور على الشيء اللي تثبت لحياتها الأمان واللي تجيب لحياتها الاستقرار، لكن ما يقدرون، فيبدي يخاف من كل شيء. يخاف على بيته لا ينباك، يخاف على شغله لا يخسره، يخاف على سيارته لا تنسرق، يخاف على أمور كثيرة، ونشوفه يعيش القلق والهموم وخايف من كل شيء. والخوف نشوف أنه مالي حياتنا إحنا البشرية من كل النواحي، وخصوصا في الأوقات اللي يصير فيها أزمات قوية مثل هذا الوقت، أزمة كورونا اللي إحنا دا نعيشها. أزمة كورونا خلت الإنسان يصير خايف، لأنه الفيروس أثبت فشل الإنسان أنه ما يقدر يحط حد للفيروس إلى الحد الآن. لذلك يشوف الإنسان قلق وخايف على حياته، خايف على شغله، خايف على أنه ما يلقى أكل إلا والأهله، خايف أنه يخسر أمور كثيرة، ومنها حياته اللي هي أثمن كل شيء موجود في حياته. والخوف إلى تاريخ ودخل البشرية من أول إنسان اللي هو آدم، كان عايش ومرتاح ومتكل على الله، والجنة كلها تحت إيده وهو مسيطر على كل الأمور. نشوفه لما سقط في المعصية، وأول شيء إجاله، أول شعور إجاله أنه هو خاف من صوت الله. فنشوفه يقول في الكتاب المقدس: خشيت لأني سمعت صوتك. وهاي القصة موجودة في سفر التكوين الإصحاحات الأولى اللي يريد يراجعها ويشوفها. وصار آدم خايف وحواء خايفة، ونقلوا هذا الشيء بعد ما انطردوا من الجنة إلى أولادهم اللي صار خوف في حياتهم، اللي هم نقلوه بدورهم إلى اللي بعدهم واللي بعدهم واللي بعدهم، إلى أن صار لكل البشرية وللناس كلها، ومنها إحنا. وحجم الخوف يختلف من إنسان لإنسان بحسب المصيبة. يعني مرات كثيرة الخوف يؤدي إلى الموت، مثل ما يصير بهالأيام ناس كثيرة ماتت بالفيروس كورونا اللي منتشر في كل العالم. اللي ماتوا مو جراء الفيروس بقدر ما ماتوا من الخوف على حياتهم وخسروها للأسف. وأكثر خوف اللي يعيشه الإنسان هو أنه يخاف لا يخسر شغله، ويخسر مصدر رزقه، ويخسر الأشياء المتعود عليها، الأكل والشرب والتنقل والسكن وأمور كثيرة. فنشوفه دائما يعيش القلق ويعيش الحزن والهموم، ومدى يعرف شلون يطلع منها. أخوي وأختي، الخوف يخلينا نتصرف تصرفات كثيرة بحسب الخوف اللي موجود بحياتنا. يعني التاجر خايف لا يخسر تجارته، لا يخسر الأمور بسبب الحصار على البلد أو الأزمة اللي صارت، أو الحدود انسدت مثل هالفترة اللي نمر بها. فيبدي يخاف ويبدي يكون قلق أنه تجارته يروح يخسرها، فيبدي يسوي أي شيء حتى يزيد الأرباح ويزيد من دخله اللي يجي له من التجارة، حتى نشوفه أنه هو مستعد أنه ينصب على العالم أو يغش حتى يجيب الربح ماله. أو عائلة تريد تأمن، الأم والأب يأمنون مستقبل أولادهم
ونشوفهم يسوون المستحيل حتى يأمنون المستقبل، لأنه دائما المستقبل مجهول وهم خايفين منه. ونشوفهم أنه في أقرب فرصة تجي للبنت أنه يزوجوها حتى يأمنون مستقبلها، خايفين على مستقبلها. وبعد الزواج يبدي نوع ثاني من الخوف من العائلة لبنتهم اللي ما عندها خبرة، واللي صارت المشاكل تزيد بينها وبين العائلة. هذا احتمال ضئيل، لكن احنا بدنا نفرض انه هذا الشيء ممكن يصير، فيصير الخوف العائلة اللي أمنوا مستقبل بنتهم بالزواج انه صار عندهم خوف نوع ثاني، انه خايفين انه بيتها لا ينهد ولا يصير انفصال لا سمح الله. وإذا صار انفصال يبدي نوع ثالث من الخوف، خوف على بنتهم وسط مجتمع شرقي مثل احنا نعيشه، اللي يشوفون أن المرأة المطلقة للأسف بنظرة غير محترمة، ويشوفوها أن هي ناقصة أكثر من غيرها. لذلك تبدي العائلة تحاول أن تحمي بنتهم بأي شكل من الأشكال، ونشوفهم يتصرفون تصرفاتهم بحسب الخوف، وتبدي رحلة جديدة من خوف جديد. أخوي وأختي، هاي أمثلة بسيطة عن الخوف. وأعظم خوف نخافه أو يخاف الإنسان هو الموت وما بعد الموت، لأن الإنسان يعرف أنه بسبب أعماله السيئة أو الخطايا اللي ارتكبها أو اللي ارتكبها بحياته راح يروح ويتحاسب عليها، لأنه الديان العادل ما راح يتغاضى عن حقه. لذلك نشوفه مجرد التفكير بالسؤال أنه هو راح يموت يبدي الخوف يدخل إلى حياته بكل النواحي، ومرات يحس أنه هو مخنوق. أخوي وأختي، مو عيب أنه نخاف ولا غلط أنه نخاف. الخوف شيء طبيعي بحياتنا كبشر، ورثناه من أبونا آدم الأول. بس الغلط وين؟ لما الخوف يسيطر علي ويصير هو المسيطر على حياتي ويحدد حتى تصرفاتي، ومرات كثيرة وبالأغلب الأحيان بسبب الخوف أتصرف غلط. معناها أنه أنا دا أعالج الغلط بالغلط للأسف. وحكايتنا اليوم راح نشوف من كتاب المقدس راح ينطينا رسالة حلوة لحياتنا. نبديها من قصة القديس بولس لما كان أسير ودا يتوجه إلى روما حتى ينال المحاكمة العادلة هناك، وكان هو مع قائد 100 والعسكر اللي كانوا 100 ومع السجناء ومع البحارة كان عددهم تقريبا 276 شخص. كانوا في السفينة، والسفينة بدت تدخل للعواصف. خلينا نقرأ ونشوف القصة بحسب الكتاب المقدس. نقرأ من أعمال الرسل إصحاح 27 والآية 20: وإذ لم تكن الشمس ولا النجوم تظهر أيام كثيرة، واشتد علينا نوء ليس بقليل، انتزع أخيرا كل رجاء في نجاتنا. فلما حصل صوم كثير حينئذ وقف بولس في وسطهم وقال: كان ينبغي أيها الرجال أن تذعنوا لي ولا تقلعوا من كريت فتسلموا من هذا الضرر والخسارة. والآن أنذركم أن تسروا، لأن لا تكون خسارة نفس واحدة منكم إلا السفينة، لأنه وقف بي هذه الليلة ملاك الإله الذي أنا له والذي أعبده، قائلا: لا تخف يا بولس، ينبغي لك أن تقف أمام قيصر، وهو ذا قد وهبك الله جميع المسافرين معك. لذلك سروا أيها الرجال، لأني أؤمن بالله أن يكون هكذا كما قيل لي. كلام بولس كان واضح. وسط العاصفة 14 يوم لا شمس ولا قمر ولا نجوم، مجرد ظلام وسواد في كل مكان. البحر أسود والسماء سوداء، والسفينة تتخابط بين الأمواج العالية وترطمها وبين العاصفة القوية اللي يمر فيها. هل في أزمة وخوف أعظم من هذا؟ لكن بولس وقف بكل فرح، وقف بخبر طيب وبشر به جميع الركاب. تقريبا 275 شخص ما كان عندهم هذا الرجاء، ما كان عندهم هذا الفرح، وكل هالناس الله وهبهم بسبب إيمان بولس، لأنه بولس كان واثق جدا ومصدق ومآمن بالكلمة لما قال له الله بملاك أرسل إله: لا تخف، لا تخف، لا تخف. ولا تخف هذا وعد من الله لأولاده.
لا تخف معناها نصدق ونثق بهذا الكلام. لا تخف هذا هو الوعد اللي هو ينطيه لأولاده، مثل ما أعطى لبولس اللي بشر الكل إنه ما راح يصير خسارة نفس واحدة. يمكن نخسر السفينة لكن ولا واحد راح يموت. والكتاب يوعدنا بأمور كثيرة ومنها لا تخف بأكثر من عدد أيام السنة. في كل يوم عندك وعد، لا تخف، لا تضطرب، ولا تهتم. مكتوب هو بالكتاب يقول لن أهملك ولن أتركك، وهو وعده صادق ولأنه صالح، مو مثل البشر يوعد وما يوفي، لكن هو يوفي بوعده لأنه هو الله. أريد أقوله الله أب حنان يحب أولاده، والرب يريد ينطيك رسالة اليوم: لا تخف لأني معك في كل طرقك، في كل قيامك وجلوسك، وفي كل شيء. هو اللي أعطاك النسمة الحياة، وهو اللي أعطاك الخلاص بدم المسيح حتى ما تروح للدينونة. هو اللي أعطاك الحياة اللي قال عن نفسه أتيت لتكن لهم حياة ليكون لهم أفضل. إذا كان عندك قلة ثقة بالله وعندك خوف عظيم في حياتك، تعال وتوب للرب وقول: يا رب السماء، أطلب منك من كل قلبي تزيل مخاوفي وتزيل كل شيء يكون هم في حياتي. ألقي كل حياتي واتكالي عليك. استلم قلبي اللي يبتدي الخوف منه، وريح عقلي وريح فكري، وخليني أعيش بهدوء وسلام، وأقول: إله الذي أنا له أعطاني سلام في حياتي وفي قلبي. رسالة كانت إلك: لا تخف، ثق بكلام الرب. كلامنا انتهى، لكن نعمة الرب ما تنتهي أبدا، ولقانا على محبة الإلهية في كل أسبوع حيتجدد. أترككم برعاية الرب وكلمته. آمين.